في يونيو 2020 وقع حادث قتل مروع داخل أحد قطارات السفر المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، والذي هز المجتمع المصري بشكل كبير. كان القطار في طريقه، وعندما اقترب من منتصف الرحلة اكتشف أحد الركاب جريمة قتل. كان الضحية شاباً في الثلاثينات من عمره، عثر عليه في عربة القطار ملقى على الأرض وفي حالة من العنف الشديد. علامات الجروح كانت واضحة على وجهه ورأسه، وقد تم ضربه بآلة حادة، مما جعله يبدو وكأن الجريمة قد تمت بشكل مفاجئ وعنيف. ورغم العثور على الجثة في مكان غير بعيد عن الركاب، إلا أن الجريمة ظلت غامضة لبعض الوقت، حيث لم يكن هناك شهود عيان على الواقع ولا أي دليل يشير إلى القاتل. بدأت التحقيقات على الفور، وكان المحققون في البداية يركزون على تحليل الأدلة التي كانت متاحة في مسرح الجريمة، مثل آثار الدماء وبعض الأغراض الشخصية للضحية التي تم العثور عليها بالقرب منه. ورغم أن القاتل بدا مجهولاً في البداية، إلا أن الشرطة تمكنت من مراجعة كاميرات المراقبة في القطار وفي محطات التوقف، وتتبعت المسافرين الذين كانوا في نفس العربة مع الضحية. من خلال هذه المراجعات ظهرت بعض الأسماء كمشتبه بهم، لكن التحقيقات لم تؤدي إلى حل سريع. الضحية كان يدعى أحمد، شاب من القاهرة ويعمل في إحدى الشركات الخاصة. لم يكن له أعداء معروفين، وكانت حياته تبدو طبيعية جدا قبل هذه الحادثة. كان في رحلة عمل إلى الإسكندرية، وهذا جعل الجريمة تبدو أكثر غموضا. لم يكن هناك أي دافع واضح وراء القتل، وكانت جميع فرضيات التحقيق تشير إلى أن القاتل قد يكون أحد الركاب في القطار نفسه. التحقيقات كشفت أنه لم تكن هناك أي سرقة أو دوافع مادية وراء الجريمة، مما فتح المجال للعديد من الأسئلة حول هوية القاتل. في النهاية تم القبض على شخص كان ضمن الركاب، وعندما تم التحقيق معه اعترف بجريمته. تبين أن القاتل كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه اختار الضحية بشكل عشوائي. لم تكن بينهما أي علاقة شخصية، وارتكب القتل في لحظة من التهور. ورغم القبض على القاتل، تبقى هذه الجريمة في ذاكرة الجميع كواحدة من الجرائم المروعة اللي هي حاست داخل وسائل النقل العامة في مصر. القصة أثارت الكثير من النقاشات والتساؤلات حول أسباب مثل هذه الجرائم، وكيف يمكن للمجتمع أن يتعامل معها بشكل أفضل. ما رأيك في هذه القصة؟ هل تعتقد أن هناك أسباباً خفية وراء هذه الجريمة، أم أن القاتل كان مجرد شخص عشوائي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وتشترك في القناة لمتابعة المزيد من القصص المثيرة.